فن العيش. وختام فقرتنا هذا الصباح يا مستمعينا الكرام غنسلطوا الضوء في فقرتنا فن العيش على فن إدارة العلاقات الزوجية أو العلاقة الزوجية، وغنركزوا في حلقتنا اليوم أكثر على تدبير الخلافات الزوجية بطريقة عقلانية اللي غتساعد الزوجين على تحويل الصراعات والخلافات إلى فرص، علاش لا، للنمو المشترك. فمستمعينا الكرام هذا الموضوع اللي كيجي ضمن السلسلة من المواضيع المستمرة اللي كنا تناولناها الأسبوع الماضي مع ضيفتنا مدام البقالي اللي هي خبيرة في تدبير العلاقات الزوجية، واليوم غنتكلموا معها بشكل مستفيض على تدبير الخلافات الزوجية باعتماد على التواصل الفعال، الإنصات المتبادل، ضبط الانفعالات وغيرها من الأمور اللي مازال غنتعرفوا عليها رفقة ضيفتنا. فكنرحبوا معنا ب لاله البقالي، أهلًا وسهلًا، صباح الخير أستاذة البقالي، مرحبا بِك، صباح صباح النور. الخير، صباح الخير لاله سلمى، صباح الخير المستمعين اللي بارك الله فيك الله يخليك وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. شكرًا جزيلًا ليك. طبعًا مدام ألو. بقالي، حنا دائمًا مباشرة على أمواج إذاعة مكناس الجهوية، فغنفتحوا اللقاء ديالنا بناءً على مجموعة ديال الدراسات أعتذر. مجموعة ديال الدراسات اللي قدّمها علم النفس الأسري، اللي كيقول على أن الأزواج اللي كيمتلكوا مهارة حل النزاعات بشكل إيجابي، كيتمتعوا برضا زوجي أعلى وكيأثروا إيجابًا على تربية الأبناء ديالهم، وأن التواصل الفعال والإنصات المتبادل كيقلل من مستويات التوتر وكيعزز التفاهم العاطفي. وأن أيضًا تعلُّم إدارة الانفعالات وتطبيق استراتيجيات حل النزاعات كيحسّن جودة العلاقة على المدى الطويل. هذه كلها أمور جميلة جدًا وإحنا في حاجة ليها باش نحسنوا ونجودوا العلاقة الزوجية ديالنا. فأستاذة البقالي، اليوم طبعًا الخلافات الزوجية ما كاينش شي بيت أسري ما كيخفاش منّه هاد الخلافات الزوجية، فكيفاش غندبّروها بطريقة فيها نضج واحترام متبادل ما بين الطرفين؟ مدام بقالي، أهلًا وسهلًا. اهلا وسهلا وشكرا بزاف للتطرق لهذا الموضوع لان كما كتعرفوا دابا الزواج يعني ديال اي اسره شريكين كيكون في الاول بناء يعني واحد الاسره اللي كيكون فيها تفاهم هذا في الاختيار ديال شريك الحياه ومن بعد ما كتكون يعني كتبدا الحياه روتينيه من اهم، يعني من بعد حنا كمركز زواج اكيد فكرنا في هذه المنظومه هذه وحطينا بزاف ديال المهارات اللي كنقدموها الناس اللي كيجيو عندنا. هاد أيوه، المهارات هادو يعني في تدبير الخلافات اكيد اللي كتكون بعد سنه لان السنه الاولى كتكون صعيبه على الشريكين باش إمم، كيتفاهموا بعضياتهم وهادشي اللي كنسميوه حنا التواصل الزواجي. يعني هاد أيوه، التواصل الزواجي اللي كيكون هو بحال مفتاح سحري اللي كيصنع واحد الفارق ما بين الزواج اللي كيكون كيعيش على الهامش يعني ما كيكون إمم، زواج مبني على الصح وما بين الزواج اللي كيكون كيعيش على العمق المحبه والطمانينه. يعني ملي كندويو على التواصل كندويو على واحد المهارات إمم، واكيد اي بيت ما كيخلاش من الخلافات. دونك فكرنا اننا نسلطوا الضوء في هذا الموضوع. شكرا بزاف بعدا لان مرحبا، هاد اهم، تدبير الخلافات خليل اللي هو كيكون الانسان واعي بها ولكن ما كيكونش واعي كيفاش يخدمها او كيفاش يطبقها في حياته الشخصيه او الحياه ديالو الزوجيه. صح، دونك صح، كما اهم، عرفتوا التواصل هو اكيد هو واحد اللغه اللي كتكون هي اللي كتكون ما بين الزوج والزوجه. واكيد ملي كيكون شي خلاف اكيد الطرفين خصو يكون عنده واحد المهاره اهم، وهاد الخطوات هادو كيكون عمليين تدبير الخلافات الزوجيه باش ما تحولناش لواحد الازمه. دونك اهم، هاد الخريطه هادي هي اللي حنا كنسميوها بالذكاء العاطفي. صح، دونك اول اهم، حاجه ملي كيكون شي خلاف اول حاجه خصنا نتوقفوا
قبل ما يكون شي انفجار، يعني صح. ملي تحس بشي مشكل إمم. يعني وقع من واحد الطرف، يعني يكون عنده واحد القوة أن يضبط بالنفس، يعني ما إمم. يكونش يعني يحاول يتوقف من يكون أكيد. وعد كاينة واحد. يعني أول حاجة كما كتعرف ملي كيكون شي يعني واحد المشكل خصنا يكون واحد الإجراء نشيط، يعني ماشي مجرد سكوت. ملي كيكون واحد المشكل أكيد الخطوة اللي كتكون يعني مهمة هو أننا خصنا نسمعو، يعني إمم. ما يكونش يعني الإنصات نسمعو الفعّال. هذيك الكلمة إمم. مثلا اللي كتكون ما بين للإنسان أكيد. وأكيد كاينة واحد الخطوة حتى هي مهمة، هو التعبير بدون اتهام. ما تقولش انا، يعني نبدلو ماشي نقولوا انت هو السبب في انا أييه. علاش تقلق، لا نقولوا انا يمكن ما فهمتكش. واول حاجه اللي خص الواحد يفكر في بدايه ديال المشكل هو نركزوا على الحل إمم. ديال المشكل، يعني ما ما يكونش نزيدوش ديال نعمقوا اللوم المشكل مثلا ما أكتر. بين الزوجين. صح. ف دونك هنا كنسميو أ تفضلي، نعم، ماذا بقى لي؟ وكاينه واحد الخطوه حتى هي كنسميها انا مهاره، هي يكون واحد المساحه طبعا، يكون اهم. واحد مرحبا. ديال الصلح والاعتذار. فهذا أييه. كنسميوه حتى حنا نضج عاطفي، يعني يكون واحد الاعتذار، حيت الاعتذار ماشي هو ضعف، بالعكس هو وعي في العلاقه. فهمتي باش تكون علاقه سليمه وصحيحه. نعم. دونك اول إحنا حاجه يعني كنا كيكون شرنا في اول حاجه الحصة التواصل يعني آآ الناجح. نعم. كنا شرنا في الحصة الماضية على أن نعم ندى تفضل. بعض الأزواج كنا تكلمنا عليها في الحصة الماضية على أنهم كيفضلوا الهروب الوقيتة اللي كيكون فيها خلاف، فكيفضلوا أنهم يتواصلوا عبر يعني رسائل نصية، أو أنهم كيتفادوا بتاتا يعني أنهم يناقشوا واحد الموضوع اللي كان السبب ديال النقاش ديالهم. فهذا الأمر هذا فين كيقدر يوصل النتائج ديالو. مدام بقالي شنو اللي الانعكاسات ديال هذا الهروب هذا على الحياة الزوجية وعلى نورمالمون العلاقة كيما الزوجية؟ قلت لنا ديجا كنا هضرنا في هذا نعم. كنا ديجا هضرنا بان انا ضد هذيك يعني طبعًا. الحل ديال الخلاف ما بين الزوجين يكون عباره عن رسائل نصيه اللي ودين كنا كما كيعمّق قلت هو المشكل. هروب. اهم. وانا ما كنشجع زعما على ان اي مشكل كيعمق المشكل، وان هذا كيتسمى يعني هروب. خص الواحد يامن بالمواجهه. وهذا الشيء علاش حنا كخبراء في تطوير العلاقات الزوجيه كنوجهوا الناس انهم يكون عندهم واحد الثقه في النفس، انهم كيفاش يحلوا هذاك المشكل، يعني ما يكونش هذاك الهروب. وثاني حاجه هو ان الزواج ماشي كما كيقولوا واحد المحلبه ديال الصراع ولا هذا، وما يكونش نعم. عندك واحد الخوف من فتح ديال المشكل. يعني المشكل يقدر يكون في الاول بالذات اذا حنا ما كيكونش عندنا وقت، يعني بعض المرات كما قلت لك الركائز ديال التواصل الهادئ اللي هو مبني عليه إمم. التواصل الزواجي هو ان عنده اول حاجه ما خصكش يكون الواحد يكون عنده مهاره الانصات، يعني ماشي غير اجي وتقدر تدخل في شي جار ولا هذا. لا، حاول تفهم الطرف ديالك الاول، حاول تفهم يعني شنو بغى يوصل لك في هذيك الفكره او في هذيك الخلاف. ثاني حاجه كما قلت لك الركيزه هي ديال الحوار، يعني خص يكون واحد نبره التحكم في نبره الصوت، يعني الواحد ما أييه. يكونش اهم. كيهضر بواحد الصيغه اللي ديال القمع ولا مثلا الاحتقار ولا هذا. وكاين حاجه واحده اخرى هي اختيار الوقت المناسب، يعني ما بين ملي كيكون الخلاف، يعني ما يمكنش يكون حضور كما شرتي في الاول، ما يكونش حضور اشخاص اهم. متدخلين بحال الاطفال او اطفال أييه. من عائله الزوج ولا العائله الزوجه، يعني الاسره الكبيره الممتده. دونك هنا باش كندخلوا لهاد كما كنقولوا التواصل الاجتماعي هو مهاره يعني كتكتسب كل يوم. واحد ما يكونش عنده، يعني خصو يكون عنده واحد النضج عاطفي كيفاش يتعامل مع هذيك المشكل. نعم. دونك نعم. هنا كمركز زواج الواحد خصو يكون هنا يكون يعني كخبراء كنعطيو استشارات في هذا الموضوع هذا. عليها حاولنا نعطيو واحد الخدمه اننا تكون مواكبه، خصوصا في السنه الاولى من بعد الزواج اللي كيكون فيها شويه المشاكل لادابتاسيون ما بين الزوجين. أييه. نعم. وكيفاش ندبّروا الو. حتى دوك الضغوط النفسية والاجتماعية على إدارة الخلافات مدام بقالي، يعني حتى هاد الضغوط هادي كتقدر تأزّم الخلاف ما بين الزوجين. نعم.
هنا نورمالمون الازواج، حيت حنا دابا نورمالمون ملي كنهضروا على الزوجين كندويو على المراه والرجل، يعني هما طرفين اهم. كيكونوا في يعني كشركاء. بالنسبه للتدبير ديال الخلاف اللي كنقولوا، اكيد دابا انتم كتعرفوا الحياه ديالنا ولات مليئه طبعًا. بالضغوطات إمم. النفسيه، او بتات كتكون حتى امراض نفسيه وواحد ما كيعرفهاش. صح. دونك هنا الواحد باش يواجه هذه المشاكل هذه خاص يكون عنده واحد الرزانه، يعني رزانه حتى في الطرح ديال المشكل، حيت بارفوا كيكون مشكل بزاف غير هو الطريقه ان باش نحطوه وباش هذا كيكون فيه ما كنعرفوش نوصلو. وهنا باش كنهضروا على التواصل الزواجي، ولينا كنحسوا دابا هذا الوقت كاين واحد الموت، يعني ما كاينش واحد ولا واحد أيوه. ولا واحد الموت. نعم. مع وحتى أن كل العلم شخص هو التواصل مُحمّل. الزواجي هو اهم. الاساس ديال إمم. واجب. نعم. يعني وكنعرفوا بأنه كاين اختلاف ثقافات، الو. الزوج يعني عنده ثقافة معيّنة، تربى في بيئة معيّنة، كذلك الزوجة تربات في بيئة مختلفة إلى غير ذلك، فكل واحد مُحمّل واحد الحمولة ثقافية، اجتماعية، أسرية، اللي كتكون في السنوات الأولى ديال الزواج هي ال يعني داك الاصطدام ما بيناتهم. طبعًا أستاذة البقالي، فغنمشيو لفاصل ونرجعوا لتتمة لقائنا ونعرفوا نعطيو بعض الاستراتيجيات الفعالة في تجديد العلاقة الزوجية ونخليوها أكثر نضج واحترام المتبادل ما بين الطرفين، ففاصل ونواصل. مباشرة معاكم في موضوع حلقتنا اليوم اللي كنتكلموا على تدبير الخلافات الزوجية رفقة الخبيرة في تدبير العلاقات الزوجية السيدة البقالي. غنوصلوا طبعا أستاذة بقالي ونبغيو نديروا نقطة مهمة وهذه كنتي تكلمتي عليها في الحديث ديالك على الصبر يعني في طريقة التعامل ديالنا، كيفاش اليوم نقدروا يعني نجودوا هاد ونطوروا الصبر والحكمة في الانفعالات ما بين الزوجين. طبعًا مدام بقالي. نعم. بالنسبه لهذه النقطه هذه ديال الصبر، هي اللي ولينا كنفتقدوها في هذا الوقت هذا في أكيد. منظومه ديال الزواج، وهذا الشيء نعم. اللي ولا كيؤدي لنا لارتفاع نسبه الطلاق كما كتعرفوا دابا، اللي وصلوا للطلاق اتفاقي. علاش؟ هذاك هو الرمز ان ما بقاش طاقه الصبر. دونك هنا انا ما كنشوف زعما كخبيره، هنا كاين المشكل في اختيار شريك الحياه. حيت ملي أييه. كنهضروا في اختيار شريك الحياه اللي كيكون متوافق معاك بجميع النواحي، دونك بارفوا كيكون اختيار في الاول عشوائي، يعني ما إمم. كنشوفوش الركائز ديال الزواج الناجح. لا السيده ولا الشخص اللي يكون كيناسبني. دابا ولا واحد الاختيار طائش، تقدر البنت ولا الراجل يشوف الراجل غير فيزيكمون مثلا، يعني ما كيشوفوش الانسان إمم. باش او نيفو كيتوافق معاه في نيفو انتيليكتويال ولا نيفو دو في، باش نعم. يتوافق له مع العائله ديالو، باش يكون بصح مسؤول على الحياه اللي جايه. دونك هنا بارفوا كيكون كما هضرتي اختلاف ديال الثقافات. بارفوا كتلقى مثلا غير هنا كما كنهضروا في المغرب، كتلقى مثلا نعطي اكزامبل، مثلا أييه. ملي كتشوف واحد مثلا من كازا باغي وحده من فاس ولا مثلا من إمم. طنجه، ما كيعرفش هذاك الانسان ولا هذيك الانسانه كيفاش غيتوافق معاه من بعد الزواج. رساله قويه ان الواحد يستعين بواحد كوتش او مستشار نعم. اسري انه يعاونوا في هذا اكتساب هذه المهارات ديال الصبر، او مهارات مثلا كيفاش تدبير الخلافات الاسريه ما فيها باس. لان ماشي انسان، ماشي كنقولوا حنا ما بقاش واعي، غير ما بقاش عنده الوقت ولا عنده واحد التشويش في دماغه، كتلقى عنده اولويات هي الخدمه، كيتحملوا بان الوقت هو ديال الفطار والماكله والشراب واضح. وخروج هنا، إمم. وبالعكس الحياه الزوجيه هي داخل الاسره. يعني أكيد. داخل الاسره كيفاش هذيك الانسان ولا ديك الانسانه ملي كيسدوا عليهم الباب كيفاش كيعيشوا من داخل. اهم. وهذيك من داخل هما اللي دابا اللي كما قلتي ما بقاش هذيك الطاقه الصبر، يعني واضح. كيفاش المهاره اللي نقدروا ان هذا نعم. هما يكتسبوا مهاره الاصغاء مثلا، يكون الهضره يعني كما قلت لك كيما مثلا الواحد معصب يحاول يوقف الهضره، ما يبقاش يزيد اهم. يعني قبل ما يوقع واحد انفجار. فوا كيغلى الدم كما كيقولوا، ولا هذا العقل والقلب كيسكت، يعني ما كيبقاش خدام.
وهنا إمم. كنقول ان خص الواحد يتأجل المواجهه، ما يبقاش يعني باش ما يوقعش الصدام، ما يمكنش يعني ما يكونش ما نخرجوش في نعم، نتيجه اسوء. واضح. وكاينه هذيك النقطه اللي زعما كتخرجنا نيشان صبر، هو اننا نعبروا بدون اتهام، ما نبقاوش نعطيو الكلمات الجارحه ولا انت اهم. درتي وانت فعلتي، فهمتي، ونركزوا على الحل يعني وعاد كاينه أكيد. واحد الثقافه اللي ولات عندنا دابا من عند ما، يعني هي الثقافه ديال الاعتذار، يعني ما بقاش هذيك أييه. النوتش العاطفي، يعني ما بقاش هذيك إمم. الواحد كما كيسمي ان الا مشيتي واعتذرتي له بحال اللي كتحس ان آه. كاينه ضعف. إمم. يعني و انت باش الواحد كيقول لك علاش انا غادي نصبر، الواحد مطلق حسن يعني. الو. نعم، طبعًا. الو. طبعًا أستاذة البقالي، وكاين اللي الو. كيقول لك إذًا انا كنرحب بهذه الاراء لان كيبقى تيطلع راي ياك، ولكن بالنسبه حنايا ملي كنهضروا على المقبلين عن الزواج، أييه. حنا اول حاجه كنعلموهم هو التواصل، إمم. يعني خصهم يتواصلوا، ما يكونش بقاو ناخروا. علاش غادي ناخروا؟ كنعرفوا بان كاينه الواحد كتكون مشغول خدام، مثلا يقدر يوقع مشكل مثلا في الليل، ولا غدا الازواج كيكونوا خدامين، يقدروا مثلا يمشيو للخدمه، ولكن هذاك الموضوع ضروري يتناقش، يقدروا آه. ينعسوا في الليل، فهمتي. أييه، فكاين انا اللي كنشوف كيخليك ان اي مشكل خصو يكون إمم. عنده مواجهه نعم. ونحلو. نعم، كاين اللي تفضل. كيطوّل هاد المشكل تفضل. هذا وكيمشي بواحد الو. اللي كيبقى يوم، كنوصلوا يومين، 3 حتى لأسابيع، نعم وأشهر، نعم. وهذا هو المشكل، هذا هو الصمت، هذاك الصمت هو اللي كيزيد يضخم لنا المشاكل. لان ملي كنقولوا اننا واحد المشكل غادي نسكتوا عليه، بارفوا بحال كيتراكم عليه مشكل اخر، ان كيولي تجاهل، ان ما كيبقاش الاهتمام، ما كيبقاش الاحترام. بالعكس انا دائما كنقول ان اي نقطه ان خصها تناقش، بحال كنديروا تقييم، يعني إمم. بحال مثلا نشوفوا الوقت المناسب اننا امتى نناقشوا هذاك الموضوع، وكيفاش اننا نحطوا له النقاط باش نلقاو له حل، يعني نركزوا له على الحل. اما ملي كتقول اننا ناجلوا، انا ما كنصحش بها، لان ملي كتقول فرصه باش نبردوا مع بعضياتنا، حيت على حساب زعما اهم. الموضوع الخلاف، يعني الا كان خلاف اللي ما خصوش يتاجل، راه نورمالمون راه خصو يتناقش، سورتو بين الازواج. علاش نخليوه يومين ولا 3 ايام؟ طبعًا. فهمتي، لان اهم. حتى هذيك القضيه ديال النقطه اللي قلتي ان بعض المرات نعم. كتكون جميل اننا نحيدو الا كان موضوع يعني عادي عابر، يعني ممكن نخليوه ونناقشوه، ولكن بعض المرات بعض الازواج كتكون عندهم كيبقاو عاقلين على ذاك المشكل، ملي كيوقع مشكل اخر كنبقاو اهم. نتفكروا، وهذا غلط. طبعًا. يعني ملي كنبقاو نناقشوا موضوع جديد كتقول راه داز واحد المشكل قبل وما ناقشناهش، فهمتي، كيولي إمم. يتضخم، كنلقاو ما ان ما كنلقاوش حلول. نعم. فهمتي، إمم. دونك انا كنقول ان من الاحسن هادشي اللي زعما كمقبلين عن الزواج كنحاولوا كنعطيوهم اكثريه، كنحاولوا نركزوا لهم على هاد الاليات، كيفاش يتدبير ديال الخلافات، خصوصا في الاول، يعني كيفاش يتعرفوا، لان ملي كنهضروا على فن التواصل هو فن الاداره، التوازن ما بين العائله، يعني ما بين الازواج. دونك هنا خصنا نشوفوا هذيك العلاقه كيفاش تكون متزنه من اهم. البدايه. وعاد كما كيقولوا التواصل الزواجي هو كيكون عباره عن انواع، كاينه بعض المرات ملي كتوصل النضج الزواجي راه يقدر الواحد بلا ما كيهضر كيفهمك شنو قصدتي، شنو اهم. هو شنو بغيتي تقولي، يعني ماشي ضروري على ما هضرتي او ما دار. وبارفوا كيكون عناد، يعني الواحد كيكون غير عناد ما بين الزوجين، يعني ما كيكون واحد المساحه فراغ وكيبغي يفرض او يحط واحد المشكل وهو عارف كاين الحل ديالو، يعني إمم. كيبغي غير بحال يزعج هذيك الزوجه ولا هذا. صح. إمم. وهنا كنشوفوا ان بارفوا ما كتكون ما نقولوش حنا كنقولوا امراض، ولكن اضطرابات نفسيه، إمم. يعني كيكونش مشكل كيكون تافه، من بعد كتلقى الا ما كانش فيه نقاش وقدرنا ان نسمعوا نعم. إمم. بعضياتنا ونوصلوا لحلول، يقدر يكبر، ويقدر ان الا ما لقيناش اللي فاهم هذاك ما يكونش هذاك النضج، يقدر يؤدي الى الطلاق. صح. وهادشي اللي ما الحقيقه اللي ولينا كنعيشوا فيه في هذه الاونه الاخيره، هو أكيد. ارتفاع السبب ديالو هو المونك كومونيكاسيون، هو إمم. التواصل نعم. الزواجي.
دونك أنا كنشوف أن زعما يعني الأزواج خصهم يناقشوا ويكون عندهم هذيك التدبير المحكم للخلاف. يعني الخطوات راه ماشي صعيبة بزاف، بالعكس راه خطوات سهلة فيها غير الإنصات. الواحد إذا كان معصب يوقف، يغير الساعة ماشي مشكل، أييه، يسمع الطرف الثاني ويفهموا شنو بغا يقول في هذاك الموضوع. أييه، وثاني حاجة أن ما يكونش هذيك التعابر، يعني التحكم في نبرة الصوت ما يكونش، يعني ما يقولش انت درتي وانت نبدلوا هذيك الصيغه، انت إمم، درتي لي، نقول انا يمكن سبب من الاسباب هذا الخلاف، باش ما يكونش. وعاد نركزوا على الحل، لان ماشي نبقاو ماشي ندير في اللوم انت درتي وانت درتي، لا، نركزوا على الحل ديال هذاك المشكل. لان اهم، الزواج ماشي هو معركه، يعني الخلاف ماشي هو معركه، هو بالعكس هو مشروع ديال الصيانه ديال العلاقه الزوجيه. اهم. وثانيا اي مشكل كيكون فيه درس، يعني كنناقشوا وكنحلوا واحد الباب جديد نعم. لفهم الاخر، يعني الطرف الاخر. نعم، واضح طبعًا مدام بقى فهاد الأمور هذه هي مهمة جدًا وخاص ياخدوها الأزواج بعين الاعتبار، وخاصةً وحنا أن هاد الخلاف راه يقدر يكون أمام الأبناء، أمام الأطفال، وغنعطيو واحد القدوة اللي هي سيئة في إطار تدبير الخلافات. مدام بقالي هاد المسألة هادي كيفاش غنراعيوها، كيفاش ننقلوا واحد القيم إيجابية للأطفال من خلال إدارة الخلافات، كاينين أطفال كيحضروا الخلاف كيفاش حنا غنقدروا نخليو هاد الأطفال هادي يعني كيما كنقولوا يفهموا هاد الأمور هادي بطريقة إيجابية، بدون ما فيها نزاع وخلاف وشتم وأخذ ورد في الكلام. طبعًا مدام بقالي. لان دابا كما كتعرف بان تربيه الاجيال، وتربيه الاجيال كتكون مسؤول عليها نواه الاسره، يعني المؤسسه ديال الاسره. والاسره بيان سور كتعرض لنقاشات، اهم. خلافات، مشاكل، وما كيراعيوش وجود الاطفال قدامهم. دونك أييه، تدبير الخلاف انا كنشوف بان لا خلاف امام الابناء، نعم، يعني في لحظه الغضب. يعني نحاولوا ما امكن الازواج يتفادوا ان يكون شي مشكل قدام الاطفال، لان بعض المرات الطفل يعني كيشوف ان هذاك النقاش بحال انه كيف كيقولوا حرب إمم، كما بين الام صح، والاب ديالو. اهم، وبحال كيولي انه كيتعلم واحد كيشوف ان الطفل ملي كيبقى يسمع الوالدين ديالو يعني صح، كيتقرب هذا، كيشوف بحال واحد الحوار فيه صراع، وان نعم، ما فيش واحد الحب. دونك هنا انا كنشوف ان يعني الخلاف ما خصوش يحدى الابناء. واذا واضح، كان حدا الابناء نحاولوا يكون واحد صراع او خلاف يكون درس تربوي، إمم، يكون حوار واضح، هادئ باش نعم، الوليدات حتى هما يحاولوا يسمعوا والديهم كيفاش كيهضروا. نعلموه واحد الثقافه ديال هذيك المسؤوليه ديال الاعتذار. ملي كيشوف أكيد، بابا كيعتذر، اهم، ماما هي اللي خطا ولا ماما كتعتذر. بالنسبه للاباء كيتعلم هذاك، بالنسبه لي انا كنشوفه درس تربوي. نعم، بالنسبه مثلا ملي كيكون السكات الهدوء، حتى الوليد كيتعلم الطاقه ديال الصبر والدرس ديال الصبر. دونك هنا نقدروا نحاولوا الا كان صافي نورمالمون اكثريه الوليدات على حسب سيغتان لاج، الوليدات الصغار نورمالمون ما خصناش يتناقشوا قدامهم، إمم، هذا زعما واضح نصيحه. طبعًا. ملي كيكونوا الاولاد الابناء نعم. شويه في واحد السن اللي يقدروا هذا يفهموا الموضوع نحاولوا ما أكيد. امكن نوزوا لهم رسائل، فهمتي. إمم. إذًا شكرًا جزيلًا مدام وفينا بقالي على هذا باش الموضوع. يعني طبعًا كنقولوا يعني أكيد يعني مازال نرجعوا في مواضيع أخرى في